تخيل معايا وحضرتك قاعد بتقلب في السوشيال ميديا عادي، في كام مجرم بيحاول يوصل لك عن طريقها ويستغل صورك وبياناتك، ده ما يعرف الابتزاز الإلكتروني. خليني أوضح لك إن سنة 2018 اتقدم 1038 بلاغ أحصتهم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الجرائم كانت كلها متعلقة بجرائم إلكترونية فقط لا غير، أبرزها جريمة الابتزاز الإلكتروني. وفي آخر شهر أكتوبر سنة 2021 اللجنة سجلت 365 جريمة إلكترونية في 10 أيام بس. في الفيديو ده هتعرف معايا إزاي تحمي نفسك من إنك تكون ضحية لجريمة الابتزاز الإلكتروني، اللي هي واحدة من أبشع وأكثر الجرائم انتشاراً في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً. أنا جمال عبد الناصر وده برنامج مستشار. الابتزاز الإلكتروني هو الإكراه المعنوي أو المادي من الجاني للضحية، مصحوب بتهديد بنشر أسرار الضحية أو معلومات أو صور عن حياته الخاصة مقابل الحصول على منافع مادية أو معنوية. تتم عملية الابتزاز باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حالة تعرضك أنت أو أفراد أسرتك أو أي شخص أنت تعرفه لجريمة الابتزاز الإلكتروني لازم تعمل الخطوات الجاية. أول حاجة هتقوم بتقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الموقع اللي هيظهر على الشاشة وهسيبهولك في الديسكريبشن. أو بتستخدم الخط الساخن وتطلب 108 وهو خط مخصص للبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت، والخط شغال على مدار 24 ساعة. وممكن تروح شخصيا وتقدم بلاغ في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات في وزارة الداخلية، أو تتصل بيهم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة وهسيبها لك في الديسكريبشن. تاني حاجة لازم تحتفظ بكل الرسائل والتهديدات اللي بتوصل لك بكل أشكالها عشان تقدر تثبت تعرضك للابتزاز أو الإهانة، وتقدر تروح لأقرب اسم شرطة وتقدم بلاغ بالواقع. في حالة رغبتك في البلاغ والحفاظ على سرية هويتك دون الظهور بشكل رسمي، ممكن توكل محامي مختص بالجرائم الإلكترونية بيقوم بعمل الإجراءات اللازمة، وده بيكون أفضل لحالات كتير للحفاظ على سلامة الضحايا وأسرارها. طب إيه اللي هيحصل بعد ما تعمل الخطوات دي؟ القانون هياخد مجراه وأنت هتأمن نفسك وهتاخد حقك. وخليني أقول لك إن في الفترة الأخيرة القوانين المصرية ما فيهاش تهاون مع جريمة الابتزاز الإلكتروني بكل أشكالها. فمثال المادة 327 من قانون العقوبات بتقول: يعاقب بالسجن لمدة من 3 سنين ل7 سنين كل من هدد غيره عن طريق الكتابة أو بشكل شفوي بارتكاب جريمة ضد الغير أو إفشاء أسرار خادشة للشرف، سواء كان التهديد مصحوب بأمر أو غير مصحوب بأمر. وبتقل العقوبة لو التهديد ما فيهوش طلب مادي زي إرسال الأموال. كمان المادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بتقول: عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر لأي شخص بيستخدم المحتوى المعلوماتي الخاص بيك أو بينتهك حرمة الحياة الخاصة بيك، بينشر معلومات عنك باستخدام وسائل التكنولوجيا زي الموبايل والإنترنت، بتكون العقوبة الحبس ما تقلش عن 6 شهور وغرامة ما تقلش عن 50,000 جنيه وما تزيدش عن 100,000 جنيه، سواء المعلومات دي صحيحة أو غير صحيحة. والمادة 26 من القانون نفسه بتقول: عقوبة المبتز هو الحبس مدة ما تقلش عن 2 وما تزيدش عن 5 سنين، وغرامة ما تقلش عن 100,000 جنيه وما تزيدش عن 300,000 جنيه، أو بالعقوبتين مع بعض لو المبتز استخدم معلوماتك واستغلها في أعمال غير أخلاقية وأظهرها للضرر بيك وتهديدك. كل يوم في ضحايا بيتعرضوا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، في منهم اللي بياخد خطوة إيجابية وبيوقف المبتز عند حده، وفي منهم اللي ما بنسمعش عنه بيخضع للجاني وبينفذ أوامره، وفي منهم اللي ما بيقدرش يواجه أو بسبب الضغوط اللي عليه بيفكر إن هو يأذي نفسه ويتخلص من حياته. وكتير من الضحايا ممكن يكونوا أطفال أو نساء أو رجالة، ومش شرط يكونوا الضحايا بنات. والسؤال هنا، يا ترى لو تعرضت لجريمة الابتزاز الإلكتروني إيه أول رد فعل ليك؟ شاركنا برأيك في التعليقات. وفي النهاية يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل مبسط. لو عجبتكم الحلقة يا ريت لايك وشير لو بتشوفونا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفونا على اليوتيوب. استنونا في حلقات جديدة بإذن الله. سلام.